مساء الفل. دي صورة سمر وهي طالبة في الجامعة، ودي صورتها يوم فرحها، ودي صورتها بعد جوازها بسنتين. سمر كان عندها مشكلة أثرت عليها طول سنين دراستها، حتى لما اتجوزت أثرت عليها بعد جوازها، وفضلت المشكلة دي لحد ما سمر قررت إنها تقف مع نفسها وتحل مشكلتها. إيه هي مشكلة سمر؟ وإزاي أثرت عليها أثناء دراستها وبعد جوازها؟ وإزاي قدرت تحل مشكلتها؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. النهارده احكي لكم عن سمر التخينه ام قلب ابيض. ايه ده؟ وانا قلت تخينه؟ ايوه، هو ده بالظبط اللي كانت بتعاني منه بنتنا سمر من يوم ما اتولدت. الكلمه اللي كانت بتجري وراها طول عمرها تخينه. سمر اللي كان ساعات بيوحشها اسمها من كتر ما كانوا بينادوها، مره التخينه، مره الدبدوبه، واوقات البرميله، ولما كانوا بيبقوا حنينين كانوا بيقولوا لها يا مليانه. سمر الغلبانه مش ناسيه وهي طفله كانت بتبقى قاعده وسط العيله بعد صلاه الجمعه تجري تاخد حته كيك من على السفرة، وصوت ضحكة جدتها يلحقها قبل ما تلحق تحطها في بقها. يا تختوخة ما بتبطليش أكل. جدتها كانت دايما تقول لها كده. المهم سمر دخلت المدرسة وكانت دايما تريقة الكل. كبرت وبقت في الثانوي دايما قاعدة في آخر صف، بتخاف تتحرك عشان البنات يتوشوشوا ويضحكوا ويقولوا شايفين العجلة جت. ولما بقت آنسة كده وكبيرة ودخلت الجامعة التنمر اتغير شكله واتطور. بقى انت روحك حلوه يا سمر، بس لو خسيتي هتبقي قمر. وطبعا وهي في الجامعه اتعرفت على زمايل كتير اغلبهم بنات، بس اكتر اتنين كانوا قريبين منها هم سوسن وسالي. اولا بسبب ان التلاته بيبتدوا بحرف السين يعني نفس السكشن، وثانيا ان التلاته كانوا من صاحبات الوزن الزايد ومشوها صاحبات الوزن الزايد. وعشان التلاته بنات زي بعض وعلى طول مع بعض بيحكوا تفاصيلهم لبعض. سمر وسوسن كان عندهم نفس المشكله، كانت الدوره الشهريه عندهم البيريود يعني كانت بتتأخر، لكن سالي البيريود عندها كانت منتظمة وبتيجي في ميعادها. وحتى ليكم انتم يا بنانيت ويا ستات، الدورة مش منتظمة في العموم يعني تيجي مقدمة أو متأخرة عن ميعادها بأكتر من أسبوع، 7 أيام كاملين. وحتى لشباب الأطباء والاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد بيقولوا 9 أيام. هقول لكم حاجة، خلينا نستقر على أسبوع يعني 7 أيام. زي ما قلنا سمر وسوسن كانت فعلا البيريود بتاعتهم بتتأخر، بس الدنيا ماشية والأمور تمام وما فيش مشكلة. ولو إني بيني وبينكم ده مش صح. السنين عدت وسمر كل سنة بتنجح وبتقدير كمان لحد ما اتخرجت مع سوسن في نفس السنة، لكن سالي اتأخرت سنة، وهقول لكم في حلقة جاية ليه سالي اتأخرت سنة. المهم بعد التخرج يجي كده بسنتين 3 سمر اتجوزت. نصيبها كان في راجل مش فارق معاه موضوع التخن، ودول بالمناسبة قليلين الرجالة دول، وبالذات في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. لكن رغم كده سمر كل شويه كانت تسمع تعليق من جوزها اللي ما كانش قصده نهائيا انه يضايقها او يتريق عليها، لكن هي دايما كانت واخده الموضوع بحساسيه. تعليق صغير من جوزها زي الفستان ده مش مناسب، ايه رايك نجرب ريجيم سوا، ده كان كفيل ان يقلل من مزاجها. بس الراجل يعمل ايه؟ ما هو معذور برضه، وخصوصا انه ما يقصدش ابدا اي حاجه وحشه. ده غير مشاكل العلاقه الزوجيه بينهم، دايما شايفه نفسها تقيله، لا عارفه تدلع ولا عارفة تدلع جوزها. المهم عدت الشهور وراها شهور والحمل ما حصلش، ووصلنا لليفل الوحش. وحانت لحظة هو مفيش حاجة جاية في السكة. استحملت الزن شوية لكن ما طولتش، راحت للدكتور عشان موضوع الحمل، ومن وسط كلام كتير قاله لها الدكتور ما سمعتش غير جملة واحدة: وزنك محتاج ينزل. الجملة دي رجعت ليها كل الأصوات القديمة، صوت الجدة، صوت بنات المدرسة والجامعة، وصوت جوزها، كلهم مع بعض في نفس واحد: يا تخينة. سمر في اللحظة دي ما بقتش عاوزة لقب لا جميلة ولا رفيعة، هي عايزة لقب واحد بس، لقب ماما. سمر رجعت البيت من عند الدكتور. سمر كانت متجوزة في بيت عيلة، وللأسف حماتها لسانها فلت منها حبتين. أول ما شافتها رمت لها الكلام في وشها: عملتوا ايه عند الدكتور؟ ما قالكيش تخنك جابلك عقم؟ يا ستي فلا الله ولا فالك، وزن زايد ايه اللي يجيب عقم مره واحده؟ قولي لها تسكت واسمعيني. اوعي والنبي نضربها على بقها الوليه دي. العلم بيقول ايه؟ في دقيقتين بالظبط مش اكتر هقول لكم الكلام المفيد. العلم بيقول ان التخن ممكن يأثر على الخصوبه عند بعض السيدات فعلا، لكن هل معناه اي واحده وزنها زايد مش هتخلف؟
الإجابة لا طبعا. في ستات وزنهم تقيل وخلفوا 10 عيال من غير أي مشكلة، وفي ستات رفيعين بس بيعانوا من تأخر حمل لحد دلوقتي. والدليل الستات المربربة اللي حوالينا في كل مكان، اللي مخلفة بال5 وحامل في ال6 وهتسميه محمد. يعني القصة مش وزنك على الميزان، القصة ازاي وزنك مأثر على جسمك وهرموناتك. في حاجة اسمها مؤشر كتلة الجسم بالإنجليزي BMI، بتتحسب بمعادلة الوزن على مربع الطول. سهلة، ممكن تحسبيها لنفسك لو قريتي عنها شوية، وهيطلع رقم. الرقم ده لو كان فوق ال30 يبقى بتعريف الكتاب عندك سمنة، يعني دهون زيادة، وخصوصا لما الدهون دي تكون متراكمة في منطقة البطن، وبتبقى البنت أو الست واخدة شكل التفاحة. الدهون دي بتعمل حاجتين في نفس الوقت، كل حاجة منهم لوحدها بتأثر سلبيا على التبويض، وبالتالي بتأخر الحمل. أول حاجة، الدهون دي بتسبب حاجة اسمها مقاومة الإنسولين. يعني الإنسولين موجود في الجسم لكن بيشتغل بالعافية، يعني مش بيستهلك، يعني نسبته عالية في الدم. صاحبنا الإنسولين ده بيرفع من مستوى هرمون الذكورة. إيه ده؟ هرمون الذكورة عند البنات والستات؟ أيوة، البنات والستات عندهم هرمونات ذكورة بس بنسب قليلة، وبتطلع من المبايض ومن غدة اسمها الغدة الفوق كلوية أو الغدة الكظرية. وصاحبنا هرمون الذكورة ده هو اللي بيزود حب الشباب، وهو اللي بيطلع شعر في الدقن عند البنات والستات، وفي نفس الوقت بيوقع شعر فروة الراس، وبيمنع البويضة انها تكبر. يعني البويضة بتاعت كل شهر بتكبر شوية وبعدين تقف، ما بتكملش للآخر، ما بتوصلش لحجم النضج، ما بتخرجش من المبيض، يعني التبويض مش بيحصل، والدورة بتتأخر، والحمل مش بيحصل. وهي دي اللي احنا بنسميها تكيسات المبايض، يعني بويضات متحوشة أو متخزنة في المبيض، مش دهون على المبيض زي ما ناس كتير بيسموها الاسم الغلط ده. إن شاء الله تكونوا فهمتوها كويس، وعادي إنك تعيدوا الحتة دي تاني واسمعوها كويس عشان تفهموها كويس. تاني حاجة بقى، الدهون بتفرز حاجة اسمها الاستروجين الضار. ايه ده؟ وفي انواع الهرمون الاستروجين؟ الإجابة ايوه، منه الضار اللي بيطلع من الدهون، ومنه المفيد اللي بيطلع من المبيض. النوع الضار ده بيضر في ايه؟ ركزوا في الإجابة الله يكرمكم. النوع ده بيلخبط هرمونات طالعة من غدة مهمة جدا جدا موجودة تحت المخ واسمها الغدة النخامية. الاستروجين الضار ده بيلخبط تحديدا هرمونين اسمهم FSH والLH، والهرمونين دول هم اللي بيمشوا في الدم وبيوصلوا للمبايض، وهم المسؤولين عن نمو ونضج البويضة. زودت عليكم في المعلومات، بس الصراحة أنا عاوزكم تكونوا فاهمين كويس. وعشان ألخص الكلام اللي فات في كلمتين، زيادة الدهون عند البنات والستات بتزود هرمون الذكورة وبتلخبط الهرمونات اللي بتكبر وبتنضج البويضة، وبالتالي بتمنع التبويض ان يحصل بصورة منتظمة. نرجع بقى لسمر ونشوف عملت ايه. الدكتور عمل لها سونار وطلب منها مجموعة من التحاليل، هرمونات FSH والLH اللي لسه قايلين عليهم من شوية، وهرمونات الغدة الدرقية، وهرمونات الذكورة بأنواعها، وهرمون اللبن. أسماء الهرمونات دي مهمة جدا، واللي الحمل متأخر عندها يا ريت تحفظهم كويس. المهم سمر عملت التحاليل ورجعت للدكتور. الدكتور بعد ما شاف التحاليل أكد لها التشخيص: يا سمر انت عندك تكيسات في المبايض. محتاجة تعملي ايه يا سمر؟ أول حاجة محتاجة تخس شوية. مش مطلوب منك انك تكوني ايديال اللي هو الوزن المثالي، يعني اللي هو بحسبة BMI، فاكرين مؤشر كتلة الجسم؟ الوزن المثالي ده من 18 ل 25. مش مطلوب منك كده، مطلوب منك انك تخسي بس 10% من وزنك، هتبقى الامور تمام. تاني حاجة، هناخد دواء يقلل من مقاومة الانسولين زي حاجة اسمها الميتفورمين، وده اسمه العلمي على فكرة، وهتمشي عليه 3 شهور على الأقل. تالت حاجة، لازم نظبط الهرمونات وبعلاج برضه لمدة 3 شهور. من ضمن العلاج ده حبوب من نوع معين من أنواع حبوب منع الحمل، مش أي نوع. سمر بعد ما سمعت الخطة العلاجية سألت السؤال المهم جدا، سألت قالت ايه ده يا دكتور، هي التكيسات دي مش محتاجة عمليات؟ مش محتاجة جراحة؟ الدكتور رد عليها وقال لها لا يا سمر أبدا، علاج تكيسات المبايض أدوية وتظبيط هرمونات وشوية خسسان بس.
ومفيش اياتها جراحه. يا راجل. وطمنها الدكتور انها هتبقى امورها تمام والتكيسات هتقل والهرمونات هتتظبط، لكن الدكتور حس ان في حاجات تانية سمر عاوزه تتكلم فيها. سمر كمان كانت بتشتكي من شويه اكتئاب، توتر، قلق، على طول النرف عندها عالي، مش طايقه نفسها. طبعا يا سمر السمنه ليها دور كبير في الاعراض دي، ومع زن اللي حواليكي وخصوصا انك قاعده في بيت عيله، فده بيرفع من التوتر وبيزود من هرمون الكورتيزون اللي بيلخبط الهرمونات المسؤولة عن التبويض اللي لسه شارحينها من شوية. سمر وهي قدام الدكتور ومعاها زوجها قررت انها تكون اكثر صراحة ووضوح مع الدكتور، ومعاها حق لان الدكتور عشان يساعدها لازم يعرف شكوتها الاول. سمر ما اتكسفتش وفضفضت باللي جواها، عرفت الدكتور ان وزنها زاد بعد الجواز اكتر واكتر. اولا ده قلل من ثقتها في نفسها، ثانيا ده اثر على الرغبه جواها ناحيه زوجها، تقريبا فقدت الشغف في العلاقه الزوجيه وهي ما كملتش سنتين جواز على بعض. هي كمان حاسه ان زوجها رغبته فيها قلت بعد ما تخنت اكتر، والوضعيات بقت اصعب حبتين، يعني الاستمتاع والاداء مش بيكونوا احسن حاجه. المهم سمر ارتاحت بعد ما خرجت اللي جواها، والحمد لله زوجها تفهم الموقف وخرجوا من عند الدكتور وروحوا البيت، والحمد لله ما قابلوش حماتها المره دي. دخلوا بيتهم، سمر طلبت من زوجها انه يساعدها ويدعمها انها تعدي المرحله دي، وانهم هما الاثنين ينفذوا الخطه اللي حطها لهم الدكتور. وبالفعل سمر خست شويتين حلوين ودورتها انتظمت، وراحت لدكتورها المعالج وشرح لهم انهم داخلين على المرحله الثانيه من الخطه العلاجيه، مرحله منشطات التبويض. باختصار كده سمر بتاخد اقراص من بدايه البيريود لمده كام يوم، وبعدها حقنتين 3 عشان تكبر البيضات، وبتروح للدكتور يعمل لها سونار اسمه متابعه التبويض عشان يقيسوا حجم البويضه. ولما البويضه تكبر وتوصل لحجم احنا الدكاتره بنسميه حجم النضج، سمر بتاخد حقنه اسمها الحقنه التفجيريه. اكيد مش عشان تفجر سمر ولا حماتها، لكن عشان تفجر جدار الحويصله اللي فيه البويض، والحويصله دي بتكون قريبه من سطح المبيض، وبالتالي لما الحويصله تنفجر البويضه تعرف تخرج من المبيض وتلقطها الانبوبه اللي هي قناه فالوب يعني، وتوصلها للرحم استعدادا للحمل ان هو يحصل. المهم سمر اخذت تنشيط التبويض لمده شهرين لكن ما حصلش حمل، لكن الحمد لله في الشهر الثالث الحمل حصل بفضل الله. الحمل حصل يا حماد سمر. مبروك المدام حامل. دي بتولد يا دكتور، ما انا عارف انها حامل. وحمل سمر كان صحي جدا جدا. ليه؟ عشان وزنها نزل شويه بقى مناسب لطولها وحالتها، مش مثالي زي الكتالوج ما بيقول، لكن وزن يخلي الجسم يشتغل بكفاءه، وبقت كمان تتوحم. ومرت الايام وحمل سمر عدى على خير وولدت بالسلامه. سمر لقت نفسها مش بس ماما زي ما كانت بتحلم، لا دي بقت ماما بصحه وطاقه تقدر تجري ورا ابنها وتضحك معاه. عاوزين نرجع فلاش باك شويتين نفتكر صاحبتين سمر الاتنين، فاكرينه؟ سوسن وسالي. يا ترى الدنيا مشيت بيهم ازاي؟ لا معلش، كل واحده ليها حكايه مختلفه، حكايه مهمه جدا جدا جدا، عشان كده مهم ان انتوا تعرفوها بتفاصيلها. هنقولها في حلقه منفصله جايه بعد كده. يا رب تكونوا استفدتوا من حكايه سمر، وان شاء الله هتستفيدوا من حكايات تانية كتير. واخيرا دمتم سالمين.